السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة في الكرة مع عماد. الكرة مع عماد. أكرم توفيق خلاص مضى للشمال القطري 3 سنين، 4 مليون دولار ومنحة توقيع. 4 مليون دولار يعني كام؟ يعني 200 مليون جنيه، ومنحة توقيع يجي نص مليون دولار كمان. لا، الراجل مش غلطان، مش غلطان ولا عليه اي غلط. 200 مليون جنيه يحركوا اي حد، وبعدين هو ممكن يبقى العقد الاخير او قبل الاخير بالنسبه له. الشمال القطري عايز يعمل فرقه، بيحاول. وعلى فكره الاهلي لما جه عرض عليه تجديد عرض عليه 5 سنين و15 في الموسم، يعني 75 مليون في 5 مواسم. الجنيه النهارده غير بعد 5 سنين. ولما جه يعدل معاه قال له هندي لك 16 17 18. كولر مش عاوز يسيبه دلوقتي. الاهلي عايز كولر يسيب اكرم دلوقتي وياخد قرشين بدل ما يطلع من مولد بلا حمص. كولر مش عايز يسيبه، يبقى هيمشي من النادي مجانا مجانا مجانا، وما يلعبش كمان في كاس العالم للانديه. يبقى رحيل اكرم توفيق. وبعدين انا قلت لك معلومه قبل كده في فيديوهات سابقه ان اكرم متجوز الجوازه الثانيه من قطر، كانت بتشتغل في اكاديميه سبوتاير هناك. دي الجوازه الثانيه، هيبقى ما بين القاهره هنا دي جوازه وهناك جوازه، وربنا يوفقه. لكن اكرم لعيب كان لازم الاداره تحاول تحافظ عليه. يبقى رحيل اكرم توفيق يا في يناير ده يا في يونيو اللي جاي. نيجي لحاجه تانية. الشمال القطري عرض على مين تاني في الاهلي؟ رامي ربيعه وياسر ابراهيم، وعقودهم هتنتهي دلوقتي. ان ما جددوش ممكن يطيروا للشمال القطري. لو رجعنا لعقد اكرم هنلاقيه في الموسم الاولاني مليون دولار، الموسم الثاني مليون 350 الف دولار، الموسم الثالث مليون 650 الف دولار. ده عقد اكرم ومنحة توقيع، يبقى حوالي 4 مليون ونص دولار. لو ياسر ورامي حد طار فيهم تبقى مشكله كبيره. يبقى انا بقول لك، والاهلي ما جابش مدافعين ولا جاب مساكين، يبقى كولر هيطير هو راح. اقول لك همشي هروح كاس العالم بالناس دي اعمل ايه؟ وانا لسه ما جبت الصفقات. الصفقات لسه ما جبتهاش. وهيروح ده كاس عالم للانديه ب 32 نادي. وبعدين في ناس تانية عاوزه تجدد. عاوز اكلمك على موقف محمد الشناوي، لغايه دلوقتي لسه ما اتحسمش. طب لو الشناوي مشي ده تبقى كارثه الكوارث. ورحيله جايز، رحيله جايز. يعني ينفع الاداره انها تقعد تتفرج كده لغايه ما اللعيبه كلها تمشي؟ ينفع؟ والاتحاد الدولي بقول لك انفراد اهو، مدي 30 مايو اللي جاي اللي مش هيجدد عقده من العقود اللي هي منتهيه لغايه 30 مايو اللي جاي ده ما يلعبش في كاس العالم للانديه. ما يلعبش في كاس العالم للانديه. في لعيبه تانية عاوزه تجدد. اللعيبه بقى اللي بتشترط ال 25%، ال 30%، لكن الشمال القطري داخل عارض ملايين دولارات. لو خد ياسر او رامي مشكله كبيره. هنيجي لرضا سليم. رضا سليم قاعد مستني على ما التاشيره بتاعت النمسا تيجي عشان يعمل عمليه هناك. انت لازم تتعجل في عمل عمليه عشان يقدر يرجع لك. انت شلته من القايمه بس بشرط ان هو ياخد مرتبه. ياخد مرتبه باشا كل شهر كده باشا. فلازم التاشيره تطلع عشان رضا سليم يبقى موجود. قصص تانية. بيراميدز بيلعب في ودان مين دلوقتي؟ حارس له مستقبل. هو محتاجين حارس اسمه حمزه علاء في الاهلي.
حتى حمزه علاء ما جدد، الاهلي ما جددش له. يا جدعان في ايه؟ طيب صفقات يناير، انا قلت لك خبر هنا، كولر مستني لاخر الشهر عشان يجيب الرجاله بتاعته، الرجاله اللي تبع الوكيل بتاعه، ويفرضهم على الاداره فرض. رفض عوده احمد عبد القادر، ورافض عوده ديانج. انا مش عارف الراجل ده بيفكر ازاي، وعاوز خالد عبد الفتاح يستمر. خليه يستمر. بيرسي تاو مشي، طيره، طهق منه. ده مشي بايه؟ بكلام فاضي والله يا جدعان، والله يا استاذ محمد بكلام فاضي. 180,000 دولار، وهو كان في الاهلي ب 600,000 دولار. ايه يا جدعان، هو احنا اغنياء للدرجه دي؟ هو الدوري بتاعنا عالي للدرجه دي وانا مش عارف؟ اللي بيفضي الفرقه مش الخطيب، والله الخطيب ما بيفضيها، اللي بيفضيها هو كولر. بيفضي الفرقه هو كولر، وعاوز يجيب صفقات على كيفه، وصفقات في الوقت الحرج عشان اداره الاهلي لا تقدر تتكلم ولا تقدر تشوف. هو مبسوط من الياس بتاع سيوم، الياس شوارف، بس مش هو اللاعب بتاع الاهلي برضه. ايفرتون لسه موجود، بس ايفرتون السنه اللي فاتت كولر رفضه، السنه ده هيقبله. يبقى فائن، فكروا معايا يا جماعه. الجدع ده عجيب، كولر ده عجيب، والاداره محترفه محترمه بتحترمه.